فيلمنا النهارده هو واحد من أقوى الأفلام الكورية وفي العالم كله، فيلم ترين تو بوسان، واللي ما شافش الفيلم ده فاتوا ساعتين من المتعة والتشويق بدون لحظة ملل. بيبدأ الفيلم بعربية صغيرة داخل المدينة، وبيتفاجئ السواق إن عليها حجر صحي وأي حد داخل أو خارج لازم يتعقم. السواق بيسألهم إيه المشكلة، فبيقولوا له إن حصل تسريب في واحدة من المنشآت البيولوجية، لكن ما تقلقش كل حاجة تحت السيطرة. بيكمل السواق في طريقه، التليفون بيرن وهو بيحاول يوصله، بيخبط في حاجة فبينزل يشوف هو خبط في ايه، بيلاقي غزالة ميتة. اطمن على عربيته انها سليمة وكمل في طريقه ولا كأنه شاف الغزال. لكن الغزالة اللي خبطها بنشوفها بتقف على رجليها مرة تانية زي الزومبي. بنروح بعد كده لمقر شركة تأمينات، وهناك بنشوف بطل فيلمنا ساكو بيجيله تليفون انه لازم يتخلص من كل الملفات الخاصة بالشركة البيولوجية اللي حصل فيها تسريب من غير ما حد يحس بأي حاجة. طبعا في الجراج بيجيله تليفون من مراته اللي انفصلت عنه، بتطلب منه يجيب بنتهم ليها في مدينة بوسان بكرة في عيد ميلادها، لكن بيقول لها انه مشغول جدا وما عندوش وقت. لما بيروح بتقابله والدته اللي بتحكي له قد ايه بنته حزينه علشان نفسها تقضي عيد ميلادها في بوسان مع والدتها. بيروح لبنته الاوضه واللي اسمها سوان، وبيقول لها انه مشغول جدا وما عندوش وقت يوديها لبوسان بكره ونخليها الاسبوع الجاي، وبيديها هديه عيد ميلادها. لكن بتطلع انها نفس الهديه اللي جابها لها في عيد الطفل، وعلشان يصلح غلطته بيقول لها خلاص يا ست بكره هوديكي لوالدتك في بوسان. أمه بتقول له إن بنته بقت حزينة وما بقتش بتضحك زي زمان من وقت ما أنت وأمها انفصلتوا عن بعض، وسابت له فيديو ليها وهي في المدرسة بتغني، لكن تعبيرات وشها كانت حزينة. فبياخد بنته وبيروحوا في طريقهم لمحطة القطر اللي هتوديهم لبوسان. في القطر كان في فريق بيسبول رايح نفس المدينة علشان عندهم ماتش هناك، واتنين اخوات عواجيز والمضيف والمضيفة. ظابط الرصيف وهو مش واخد باله في بنت دخلت القطر، وكان واضح انها بتهرب من حاجه. لما القطر اتحرك سو وان خدت بالها ان في حاجه هجمت على ضابط الرصيف وقتلته. البنت اللي دخلت القطر دي كان على رجليها اثار عضه والعدوى بتنتشر في جسمها، وكان في واحد شكله غريب في حمام القطر كل اللي كان على لسانه هنموت كلنا. سو وان كانت ملاحظه كل حاجه وفضولها خلاها تروح عندهم. في الوقت ده ابوها كان نايم وما خدش باله اصلا منها. البنت المصابه كانت بتتمشى في القطر ووقعت بين عربيتين وجسمها فضل يتنفض جامد. شافتها المضيفة وحاولت تساعدها وتتصل في المضيف التاني، لكن اتفاجئت ان البنت وقفت بعد كده وتحولت لزومبي وهجمت عليها وتحولت هي كمان، والبنتين بدأوا يهجموا على ركاب العربية، واللي بيتعض منهم بيتحول لزومبي هو كمان. سوان كانت عاوزة تدخل الحمام، لكن بتلاقي راجل واقف مستني مراته الحامل تخرج من جوه وبيقول لها تروح لحمام تاني. في الوقت ده ابوها بيصحى على رن التليفون وبيشوف في الاخبار عن حالات الشغب اللي ملت العاصمة وان في وباء بيصيب الناس. بيروح يدور على بنته. لما بيوصل للعربية اللي فيها سوان بيلاقي العربية كلها بقت زومبي. بياخد سوان وبيهرب بسرعة بيها من جيش الزومبي اللي بيجري وراهم، والناس بدأت تهرب من العربيات بتاعتهم. الراجل ده حس بقلق وخبط على مراته تطلع بسرعة، وبيهربوا بسرعة وبيقفلوا باب العربية عليهم قبل ما الزومبي يوصل لهم. بيلاحظ ساكو انهم هجموا عليهم لانهم شايفينهم، فاستخدموا ورق الجرايد علشان يحجبوا نفسهم عن الزومبي، وفعلا الزومبي هديوا بعد ما بقوا مش شايفين حد منهم. سواق القطر بيكلمهم في الميكروفون وبيقول لهم انهم مش هيقفوا في المحطة الجاية، وانهم هيقفوا في اللي بعدها لان الجيش محاصرها وهيأمن كل اللي في القطر. واحد من الركاب بيقول له انت عارف ايه اللي بيحصل؟ فبيقول لهم ان ده امر جاي من القيادة، وان اللي بيحصل في القطر دلوقتي بيحصل في كل المدن. بيفتحوا السوشيال ميديا وبيعرفوا ان في وباء بيحول الناس لزومبي، وان كل اللي بيتعض من شخص مصاب بيتحول هو كمان لزومبي. ساكو بعد ما اطمن على بنته بيحاول يتصل على والدته علشان يطمن عليها، بتقول له ياخد باله من نفسه ومن بنته، وبيسمع بعدها اصوات غريبه فبيعرف ان والدته اتحولت هي كمان. بيتماسك قدام بنته وبيطلب منها تقعد على الكرسي وتستناه، وبيروح للعربيه التانيه وبيكلم واحد من معارفه جوه الجيش وبيقول له انه مع بنته في القطر اللي رايح للمدينه وعاوز منه خدمه. فبيقول له ان الجيش هيعزل الناس داخل الحجر الصحي، وبينصحه اول ما يوصل ياخد طريق الميدان الشرقي وهو هيبلغ رجالته. فبيشكره على الخدمه دي، وبيلاحظ ان الراجل المتشرد بين الكراسي وسمع المكالمه. بيوصل القطر للمحطه اللي السواق قال لهم مش هنقف فيها. بيشوف الركاب الناس على المحطه بيستنجدوا بيهم، لكن بيتم مهاجمه كل اللي على الرصيف من الزومبي. الراجل ده قاعد هو ومراته ومعاهم سوان، وزوجته بتديلها حلاوه وبتلعب معاها وبتقول لها عاوزه تحط ايدك على بطني. بتفرح سوان بعد ما حست بالطفل جوه بطن الست.
بيوصل القطر للمحطة اللي هيقف فيها، وبيبدأوا ينزلوا من القطر، لكن بيلاحظوا إن المحطة هادية جدا وفاضية ورايحين كلهم على الميدان الرئيسي. لكن ساكو بياخد بنته للميدان الشرقي زي ما الضابط قال له. الراجل المتشرد كان سمع مكالمته وعاوز يروح معاهم. سوان بعد ما فهمت الموضوع كانت عاوزة تروح تقول للناس، لكن أبوها منعها. بيظهر واحد من أفراد الجيش، لكن فجأة بيظهر وراه واحد من الزومبي وجيش كامل من الزومبي. باقي الناس اللي راحوا للميدان الرئيسي شافوا أفراد الجيش اللي كانوا مستنيينهم فعلا، لكن بعد ما تحولوا لزومبي هم كمان بيبدأ الناس يهربوا منهم. والراجل بينقل مراته على السلم التاني اللي بيطلع لفوق وبيهربوا. واحد من الزومبي كان على وشك يعض سوام، لكن الراجل بيلحقها وبياخدها وبيهربوا. بيجي مع ساكو واحد من الزومبي، لكن الراجل المتشرد بيحط حاجة على دماغه، فالزومبي ساب ساكو بعد ما بقى مش شايفه وقدر يهرب مع باقي المجموعة اللي منتظرين ورا الباب. وحاول الراجل ده وساكو وفريق البيسبول انهم يقفلوا الباب عليهم. الزومبي قدروا يكسروا ازاز الممر اللي فوق القطر وبداوا ينزلوا على الركاب، واللي قدر يهرب منهم جزء. لكن بعد ما اتفرقوا كل مجموعة في اتجاه، والاتنين العواجيز الاخوات كل واحدة راحت في اتجاه. بعد ما ركبوا الراجل ده بيقول للمضيف انه لازم يبلغ السواق انه لازم يمشي بالقطر دلوقتي حالا، والا حياتهم كلهم هتكون في خطر. البنت دي بترفض لان اصحابها من فريق البيسبول لسه ما ركبوش، لكن بيزقها وبيخلي المضيف يتصل على السواق فعلا وبيطلب منه انهم لازم يتحركوا. ساكو والراجل وفريق البيسبول على ما قفلوا الباب كان الزومبي كسروا الازاز اصلا، فبيجروا على القطر بسرعه واللي كان بدأ يتحرك. اول ما بيوصلوا هجم الزومبي على اتنين من فريق البيسبول، التالت قاعد في مكانه من الصدمه، فبيشدوا ساكو وبيركبوا القطر بسرعه. الراجل بياخد درع الشرطه من على الارض وبيضرب بيه الزومبي، واخيرا بيركب القطر. كده الركاب الباقيين متقسمين على 3 عربيات، الجزء الاكبر منهم موجودين في العربيه رقم 15 واللي غطوا الازاز بتاعها بطفايات الحريق وقفلوا البيبان بهدومهم. سوان والست الحامل وواحده من العواجيز والراجل المتشرد كانوا في عربيه لوحدهم، وساكو والراجل جوز الست الحامل ولاعب البيسبول كانوا في عربيه ثالثه. الست الحامل لاحظت انهم متحاصرين بين عربيتين فيهم زومبي، فلمحت باب حمام مفتوح فدخلوا كلهم فيه، لكن الزومبي شافهم في اخر لحظه وحاول يهجم عليهم، لكن قدروا يقفلوا الباب عليهم. ساكو مش قادر يوصل لبنته، لكن الراجل لما اتصل على مراته عرف ان بنته معاها. الراجل قال لساكو ان مراته وبنته متحاصرين في حمام عربيه من عربيات القطر ولازم يروحوا ينقذوهم، وبداوا يجهزوا نفسهم عشان المهمه الصعبه اللي هيعملوها. بيدخلوا اول عربيه وبيضربوا الزومبي، الراجل في الاول ولاعب البيسبول في النص وساكو في الاخر. المجموعه لاحظت ان لما القطر بيدخل نفق والعربيات بتضلم الزومبي بيقفوا عن مهاجمتهم وبيروحوا ورا الصوت، واستغلوا ده في انهم يستنوا لما القطر يدخل جوه اي نفق ويتسحبوا من وسطهم من دون ما يضطروا يقتلوهم. بيوصلوا للعربيه اللي فيها مرات الراجل وسوان، والمفروض ما عادش غير عربيه واحده، ويوصلوا للعربيه 15 واللي فيها معظم الركاب. لاعب البيسبول بيعرف صاحبته بالخطه، البنت من فرحتها بتعرف الناس ان صاحبها واللي معاه هيجوا ليهم الوقت، لكن الراجل الاناني ده بيزعق وبيقول لها مش هنسمح لحد ان يجي معانا هنا لانهم مش ضامنين ان حد منهم يكون متصاب. وبيتفق معاه كل الركاب الباقيين. بيدخل القطر جوه النفق وبيحاولوا يتسحبوا علشان يعدوا من بين الزومبي، لكن الراجل المتشرد بيقع بين الكراسي، فبيرجع ساكو علشان ينقذه، فبيستخبى الاتنين بين الكراسي. بيتفق ساكو مع المتشرد انهم هيتحركوا بعد 3 ثواني، لكن المتشرد بالغلط بيدوس على علبه وده خلى الزومبي يجروا ناحيتهم. قدروا يهربوا منهم، لكن الراجل ده ما قدرش يقفل وراهم على طول لانهم كانوا اصلا خلاص هيجيبوهم. الولد بتاع البيسبول بيحاول يفتح الباب التاني، لكن اللي في العربيه التانيه كانوا قافلين عليهم ومش عاوزينهم. في الوقت ده الراجل بيتعض بواحدة من الزومبي وكلها دقايق ويتحول هو كمان. الراجل بيطلب من ساكو ياخد باله من مراته وانه هيأخرهم على ما يهربوا، وبيفضل يضرب في الزومبي على ما قدروا يهربوا للعربية التانية بعد مقاومة من الركاب اللي فيها. ساكو ضرب الراجل الأناني لأنه السبب ان الراجل والست العجوزة يموتوا، واللي مريحش نفسه وقال انهم مصابين وخلى الركاب يطردوهم للعربية اللي قدام. فخرج ساكو وبنته والست الحامل والمتشرد ولاعب البيسبول وحبيبته. الست العجوزة بتشوف أختها بين الزومبي من ورا الإزاز، فبتقرر تنتقم منهم وبتفتح الباب للزومبي. دخل الزومبي عليهم وقتل كل اللي كانوا موجودين في العربية. بعد ما خرجت المجموعة بتاعتها من بينهم، سواق القطر بيلاقي إن الطريق مسدود وبيقول لهم إنه هيحاول يلاقي عربية قطر تانية. ساكو بيطمن من صاحبه اللي في الجيش إن بوسان الوقت عندها أفضل حماية ولو وصلوا هناك هيعيشوا. بيطلب منهم إنهم لازم ينزلوا من القطر الوقت حالا ويحاولوا يوصلوا لبوسان بأي تمن.
في نفس اللحظة الراجل الأناني ومعاه مضيف القطر في الحمام بتاع العربية مستخبيين من المجزرة اللي حصلت فيهم، وبيقنع المضيف إنه يخرج الأول، فبيقوم زقه على الزومبي وبيهرب هو. في الوقت ده كان في عربية قطر ولعة ماشية وخبطت في القطر اللي كان فيه ساكو واللي معاه، فالقطر اتقلب عليهم. لكن لما فاقوا لقوا ان الزومبي فوقهم بالظبط. ساكو بسرعه حاول يدور على مخرج، لكن الزومبي كانوا كسروا الازاز وحاولوا يهجموا عليهم، فالراجل المتشرد وقف يصدهم علشان تهرب سوان والست الحامل. لاعب البيسبول وصاحبته نجوا هم كمان، لكن لما ركبوا عربيه لقوا الراجل الاناني معاهم واللي زق البت على الزومبي علشان يشغلهم على ما يهرب هو، ولما شدها صاحبها من بينهم كانت اتحولت لزومبي فخلاها تعضه وتحول هو كمان. كده ما فضلش معانا غير الراجل الاناني وساكو وبنته والست الحامل. سواق القطر حاول يساعد الاناني لكن خسر حياته والاناني سابه. ساكو بيلاحظ ان في عربيه قطر ماشيه فبيتشعبطوا فيها، لكن مجموعه من الزومبي بتتشعبط في القطر لدرجه ان القطر سرعته قلت. ساكو بيضربهم برجله لغايه ما تخلص منهم. بيروح لمكان السواق بيلاقي الراجل الاناني لكن متصاب وتحول لزومبي هو كمان وبدا يهجم عليهم. ساكو مسكه من بقه علشان يمنعه يعض بنته والست الحامل، وبيضحي بنفسه هو كمان، وبسرعة قبل ما يتحول بيدخلهم جوه وبيعرفهم فين الفرامل، وبيخرج وبيرمي نفسه. بيوصلوا لطريق مسدود وبينزلوا من القطر وبيتمشوا في نفق. الجنود كانوا على وشك ضربهم بالرصاص، لكن سوان بدأت تغني فبيعرفوا انهم مش مصابين وبينقذوهم. ولهنا بينتهي الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ونتقابل في فيلم جديد.